السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي هنا وفي سعادة دائما يا رب. متابعين هتخس مع هبة الله، وحشتوني جدا جدا جدا. ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم أول يوم، النهاردة أول الأسبوع، بداية أسبوع جديد، بداية نظام جديد، بداية أمل جديد بيقربنا أكتر وأكتر من حلمنا ومن هدفنا اللي نفسنا فيه، ولكن هيقربنا أكتر بالالتزام والإرادة القوية ورا حلمك. مش هتسيبيه تحت أي حال وتحت أي ظروف. مش الأكل اللي هيتحكم فينا وشهوة الأكل اللي هتتحكم فينا. أي حاجة بتاكليها مجرد ما عدت من بقنا ونزلت على معدتنا خلاص الاستمتاع بيها راح. اليوم أول يوم في نظام فيتامين د. النظام هل اللي هم عندهم نقص فيتامين د بس؟ لا، النظام يقدر اللي عنده نقص واللي ما عندوش نقص في فيتامين د يقدر يتبعه. نظام جديد من نوعه، داخله أكلات جديدة كنا منعينها في الأنظمة العادية بتاعتنا، ألا وهي الكبدة. طبيعي الجسم لما تدخلي له حاجة في نظام الرجيم هو ما كانش متعود عليها، هتلاقيه بيحرق كويس جدا جدا. فبالتالي عاوزين نلتزم بالنظام بتاعنا. النظام سهل، النظام بسيط. خدوا بالكم، النظام يعتبر فيه نشويات في الفطار والغدا والعشاء، ودي ما حصلتش في أي نظام قبل ذلك. تمام؟ النظام مدته 14 يوم بدون فري بينهم. طب لما تكوني هتاخدي نشويات في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، هنحتاج بقى فري ليه؟ مش هنحتاج فري ولا حاجة. هنعدي الفري الجمعة الجاية وهنكمل الأسبوع التاني، وإن شاء الله بإذن الله في الفترة دي هننزل تحديات من التحديات السريعة اللي هي مدتها 3 أيام نقدر نكسر بيها النظام عشان نسرع النزول بتاعنا فنوصل لنتيجة كويسة. تمام؟ الجسم أقوى منظومة خلقها ربنا حتى في الفري. تعرفوا لما تفضلي تديله الفري يوم الجمعة كل أسبوع، خلاص هو بقى مستني يوم الجمعة وعارف ان النهاردة الفري. لما تيجي تديله حالة لخبطة وما تديلوش فري الجمعة دي، هتلاقي نتيجة بعد ال 14 يوم حاجة كده روعة، كده حاجة فوق الممتاز. مش هتصدقي ان شاء الله في شكل مقاساتك وشكل الميزان، ولكن التزموا. ايه البدايل؟ في اسئلة جات لي كتير على الواتس وفي اسئلة جات لي كتير على الماسنجر على موضوع فيتامين د. احنا ما ينفعش نبدل. تعالوا بينا نشوف ايه اللي ممكن يتبدل وايه اللي ممكن ما يتبدلش. احنا طبعا هقول النظام تاني عشان لو كان لسه محدش شافه اول مرة يرجع يشوفه تاني. الفطار بتاعنا عبارة عن كوباية حليب نص دسم. يعني ايه نص دسم؟ السؤال ده جه. يعني ايه نص دسم؟ يعني هنغلي اللبن بتاعنا من بالليل ولما يبرد نشيله في التلاجة، وتاني يوم بدل ما نشيل الوش بتاعه كامل هنشيل نص الوش بس، عشان احنا عاوزين جزء من الدهون او القشطه الموجوده في اللبن عشان النظام خاص بفيتامين د. تمام؟ يبقى ما تشيليش الوش كله. انت مثلا غاليه اللبن في حله او في حاجه، شيلي نص الوش بس وسيبي النص التاني خديه مع الكوبايه بتاعتك. وهناخد قطعه جبنه قريش او 2 معلقه جبنه فيتالايت او بيضه مسلوقه زائد ربع رغيف. الربع رغيف ينفع يتبدل بواحده توست بني، ينفع يتبدل بنص رغيف سن. بعد الفطار بساعتين هناخد عصير ليمون او برتقاله، دي سهله بسيطه. الغدا عندنا 200 جرام سمك تونة أو سمك سردين أو سلمون أو رنجة مدخنة، أو 100 جرام لحمة أو 100 جرام كبدة، زائد طبق سلطة، زائد معلقتين أو 3 بالكتير رز. السلطة هنحط عليها معلقتين من المشروم. تمام؟ طيب، معنى ذلك ان ما ينفعش اي بروتين تاني غير المكتوب ده؟ لا، ينفع. لو عندك فراخ خدي، صدور دجاج خدي، لحمه خدي، فراخ خدي، اي بروتين عندك في البيت يكون مسلوق او مشوي بدون دهون خدي في الغداء. تمام؟ بعد ساعتين مشروب الكرفس بالليمون والنعناع، وده احنا عملناه على القناه ونزل قبل النظام بيوم عشان هما الاتنين موازيين لبعض، هما الاتنين مكملين لبعض. المشروب الكرفس موجود على القناه وممكن اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفوه. طيب، العشاء طبق من البليله او بيضه بمعلقه زبده بلدي. طيب، انا مش عايزه بليله، ممكن اخد شوفان، ممكن احط على
فالبليله تتبدل بشوفان، مفيش مشكله، نقدر نحط عليها نص كوبايه لبن ونعملها بسكر دايت وناكلها. نقدر نبدل ببيضه مسلوقه بنص معلقه زبده. طبعا انا مش عايزه زبده، خدي بيضه مسلوقه بس. او قطعتين من الجبنه حجم نص كف الايد، حجم نص كف الايد، قطعتين من الكبده، وطبعا معموله بالرده مشويه او معموله طبعا بدون دهون خالص. وهنعمل طبق سلطه في العشاء. ده نظام فيتامين د. وكده انا غطيت ايه اللي ممكن يتبدل وايه اللي ممكن ما يتبدلش. طبعا اي حاجه تانية ما تتبدلش. انا قلت البروتين في الغداء نقدر نبدله باي بروتين موجود في البيت، مفيش مشكله خالص. قلت يعني ايه كوب حليب نص دسم، بيضه بمعلقه زبده. انا ما بحبش الزبده، خد البيضه مسلوقه مفيش مشكله. ينفع اخد جبنه مكان الكلام ده كله في العشاء، ينفع طبعا جدا. ينفع اخد علبه زبادي بدل الكلام ده كله، ينفع طبعا جدا. حلوه، ينفع طبعا جدا، تتمشى مع بعض تمام. المهم يا ابطالي الحلوين نلتزم. النظام فيه نشويات في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، نظام سهل تمام. وان شاء الله بس نمشي في النظام شويه كده، وهتلاقيني نازله لكم بتحدي 3 ايام يسرع معانا النزول شويه. ولكن مهم ان احنا نلتزم عشان نوصل لهدفنا وحلمنا. الناس اللي بتصحى تهمل وجبه الفطار عشان تقول هخس اكتر، مش هتخسي، وهتيجي بالليل هتاكلي الاخضر واليابس. الجوع اللي بيجي بالليل ده تبقي عايزه تاكلي كل حاجه، ده معناه الجسم بيقول لك انا ما خدتش احتياجاتي طول اليوم، فهحاربك. ايوه بيحاربك. بيحاربني؟ بيحاربك والله. الجسم عاوز احتياجاته عشان الاجهزه بتاعتنا تشتغل صح، عشان يحرق معاكي صح تمام. فيا اللي بتصحي من النوم تقولي انا مش هفطر عشان انا هخس اكتر، هقولك مش هتخسي اصلا، لانك انت هتيجي بالليل وجسمك هيعاند معاكي وهيحارب معاكي وهيحسسك بجوع رهيب جدا جدا جدا، هيخليكي تاكلي الاخضر واليابس قدامك. واظن القصه دي بتحصل معانا كلنا. تيجي بالليل تقول لك انا مش قادره اسيطر على نفسي. طب تبص تلاقي التقارير بتاعتها او الوجبات بتاعتها ما بتظهرش الا المغرب. طب انت فين طول النهار؟ نظمي وجباتك، نظمي اكلك، خدي فطار، بعدها بساعتين خدي سناكس، وبعدها بساعتين خدي الغدا، بعدها بساعتين خدي سناكس، بعدها بساعتين خدي العشاء. بعد كل القصه دي كلها لو جحتي كلي سلطه، كلي شوربه خضار، اشربي ميه. كتير جدا بقول لكم اوقات الجسم بيكون عطشان وبيدي اشاره للجسم خاطئه بالجوع. خدوا بالكم من الكلام ده. لما تكوني جعانه قوي اشربي كوبايتين ميه واستني شويه تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وطلعت اشجعكم كده في اول يوم النهارده من النظام. اتمنى ان احنا نعدي اول يوم بالتزام وهمه ونشاط، وان شاء الله هنلاقي نتائج حلوه جدا جدا، وربنا يوفقكم واشوفكم على خير. واتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك للفيديو، ولو كنت اول مره بتشوفيني اعملي لي اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد في عالم الرشاقه والاكل الصحي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.